بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فآخر ما مر معنا الكلام حول مصادر التشريع، وقلنا كما ذكر المؤلف حفظه الله مصادر التشريع هي الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع يلحق بالكتاب والسنة. ومر معنا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإجماع لا بد له من مستند، ما سيجمع إلا إلى مستند، إما فهم حديث أو فهم آية، وقد يكون يخفى على كثير من المسلمين يعني هذا المستند الذي أجمع العلماء عليه وبسببه. وأيضا مما مر معنا فهم الصحابة، أنه يقدم فهم السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم القرون المفضلة، يقدم فهم السلف على فهم الخلف. ومر معنا أن ما حصل يعني من البدع والخرافات والانحرافات إنما هو بسبب ترك فهم السلف، فأصحاب البدع والأهواء والخرافات أخذوا من الكتاب والسنة، لكن فهموها بآرائهم وبعقولهم، ولم يفهموها على ما فهمه السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. فلذلك انحرفوا وجاءوا بالبدع. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام على هذا الأمر، على أصل فهم الكتاب والسنة، وأنه يفهم بفهم سلف الأمة. وبما معنى كلامه أنه ما حصلت هذه البدع والانحرافات إلا بترك فهم السلف. قال: فصل: ما مكان العقل في الإسلام، أي مكانته ومنزلة العقل. قال: العقل في الإسلام مناط التكليف، أي عليه دور التكليف، لا يكلف إلا من كان عاقل. رفع القلم عن 3، ومنه المجنون حتى يعقل. فإذا لم يكن هناك عقل فليس هناك تكليف. تسقط عنه التكاليف جميعا. ومن باب المناسبة يعني نذكر، يعني بما أننا في هذا الشهر، شهر الصيام، ولربما قد يسأل البعض إن كان عنده كبير في السن في البيت العاجز عن الصيام، كبير السن، فالعاجز عن الصيام كبر سنه أو لمرض مزمن، ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين. لكن إذا كان كبير السن عاجز عن الصيام، لكن ذهب عقله، خرف، ما يعقل، هذا ما يطعم عنه، هذا سقط عنه التكليف، ليس عليه صيام ولا إطعام.
العجوز الذي يعني ذهب عقله، خرف، صار لا يعقل، وهذا يعني يحصل، يعني قد يكبر به السن، بعضهم يعني يكبر كثيرا حتى يصير لا يعقل شيء، يرجع كالطفل، وهذا يعني ليس أمر مستغرب، هذا أمر موجود. فهذا سقط عنه التكليف، لا يقول أنا أطعم عنه، لا يستطيع الصيام، كبير في السن، نقول هذا سقط عنه التكليف، ما يقول العلماء سقط عنه التكليف. والمجنون حتى يعقل، أي من ذهب عقله بجنان أو بغيره، يعني خرف خلاص كبير في السن أصبح لا يعقل، هذا مسقوط عنه التكليف. قال وميزان التفريق وهو نعمة من نعم الله على عباده فرق الله به بين الناس وبين البهائم. نعم، ميزان التفريق بين الحق والباطل. بماذا يفرق؟ بعقله بين الحق والباطل، بعقله طبعا مستندا على الأدلة من الكتاب والسنة، ليس عقله فقط هو الذي يعني يفرق به، لا، بعقله بالأدلة من الكتاب والسنة يميز بين الحق والباطل. والعقل نعمة، العقل نعمة عظيمة من أجل النعم التي امتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده. فإذا كانت يعني هذه نعمة، فما الواجب تجاه النعمة؟ الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكر العبد ربه على نعمة العقل زاده من هذه النعمة، يعني جعل عقله يعني يتوسع ويعقل الأشياء كثيرا ويفهم الأمور. وإذا قابلها بكفرانها هذه النعمة فتسلب هذه النعمة. والعجيب ممن يذهب يعني هذه النعمة فرق الله عز وجل بين الإنسان وبين البهيمة، بين الإنسان وبين البهائم، بين الحيوانات، يعني الأغنام، الأبقار، الكلاب، كل هذه ما لها عقل. والإنسان ميزه الله عز وجل بهذه النعمة وكرمه بهذه النعمة، ولقد كرمنا بني آدم بهذه النعمة، نعمة العقل. فما بال أقوام يذهبون إلى تعطيل هذه النعمة وتعطيل هذا الفرق بينه وبين البهيمة، فيجعل نفسه مثل البهيمة. الإنسان إذا عير وسب قيل له أنت يعني حيوان يغضب، أليس هذا صواب؟ يغضب. إذا قيل له أنت مثل الغنم أو مثل البقر يغضب، صح، وهو وإن لم يكن يعني عاقل. بعض حتى المجنون إذا قلت المجنون ما يرضى بهذا، صواب، حتى المجنون. فما بال أناس يذهبون إلى أن يعني بأيديهم يذهبون بهذه النعمة، شرب المسكرات والمخدرات، يصير مثل البهيمة، يذهب بعقله. فينبغي للعبد أن يشعر بهذه النعمة وألا يأتي بما يسلبها ويذهبها منه. قال فمن فقد عقله رفع عنه قلم التكليف عن المجنون حتى يعقل إذا ذهب العقل. قال والعقل في الإسلام ذو المرتبة الرفيعة والمنزلة الكبيرة، إلا أنه عندهم أي في الإسلام لا يرقى إلى أن يكون من مصادر التشريع. العقل نعم له منزلة رفيعة والمكانة يعني العلية، والمنزلة أيضا الكبيرة، لكن حده
أن يفهم نصوص الكتاب والسنة، ليس حده أن يشرع، أن يأتي بأدلة بتلقاء عقله، لا، حد العقل أن يفهم الكتاب والسنة، مرجعه إلى الكتاب والسنة. ليس حد العقل أنه يشرع كالقرآن والسنة، يأتي هو يقول هذا جائز، ما ذلك؟ العقل جوزه العقل، لا، عقلك من قال هكذا عقله إذن هذا فيه خلل، خربان، عقله هذا خربان. أنت لست يعني هذا الذي يقول هذا الكلام ليس بعاقل، يقول العقل يجوزه، ما أنت بعاقل أصلا، ما أنت بعاقل حتى يعني نعتمد على عقلك تقول جائز وغير جائز. إذا أنت عاقل ستقول قال الله وقال رسوله، لأنه مصدر التشريع. أما أنت فأنت لست عاقل، أنت لست عاقل. ليس معنى أن بقولنا أنه ليس عاقل رفع عنه التكليف، لا، وإنما ليس عاقل، ما فهم ما المراد بالعقل وما وظيفة العقل. وظيفة العقل اتباع الكتاب والسنة، ما هو وظيفة العقل أنك تجوز وتحرم من تلقاء عقلك. قال وهو لا يرقى إلى معرفة الحق لولا الوحي. وهو لا يرقى أي ليس بعقلك تعرف الحق بدون الوحي، لا، إنما بالوحي وبفهمك بعقلك وفهمك للوحي كتاب والسنة تعرف الحق. أما بمجرد العقل لا يمكن، بمجرد العقل لا يمكن. قال وهو لا يصل إلى مرتبة يحق له فيها اقتحام الغيب. أيضا العقل حده أنه يؤمن بما جاء من أمور الغيب، يؤمن بها، يؤمن بما جاء من أمور الغيب، ولا يقتحم يحصل كذا ويحصل كذا ويأتي بأمور غيبية ليست مذكورة في الكتاب والسنة من تلقاء عقله، هذا لا. حده أنه يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الغيب، أمور الغيب. قال فإنما هو عضو كأعضاء السمع والبصر له حدود لقدرته، كما للبصر حدود، فكما أن البصر يتعطل في الظلام فالعقل يتعطل في معرفة الغيب. أي العقل عضو في الإنسان كأعضاء كبقية الأعضاء، السمع والبصر، كما أن البصر ذكر البصر إذا كان في ظلام هل ترى؟ يتعطل البصر حده أن يرى في مكان الضوء، أما في الظلام لا يرى، فكذلك العقل حده أن يفهم ما أمامه والذي يشاهده والذي أخبر به فقط، الذي أخبر به من أمور الغيب، وليس حده أنه يعلم ما يحصل وما سيحصل بدون إخبار وبدون مشاهدة وبدون علم، لا يمكن. فيعني من حد العقل نحن هنا الذي نشاهد أن يعني هنا في هذه المنطقة موجود يعني أو الذي شاهده يعني شاهدتموه أنتم مثلا في مدينتكم بلمبان أن فيها كذا مسجد، وأن يعني السوق في مكان كذا، وأنه يحصل كذا، وفي يوم كذا يحصل كذا. هذا لأنك شاهدته أو أخبرت. مثلا يعني في السعودية فيها يعني الكعبة والناس تطوف والآن زحمة، هل بعقلك هكذا فقط أنا عاقل الآن زحمة؟ لماذا قال أنا أعقل بعقلي؟ لا، أخبرت، وأيضا يعني لربما شاهدت، وأيضا يعني من المعروف أن مثلا الآن في رمضان تحصل الزحام، فهمت أنه تحصل الزحام، فلا يعني العقل
يقول مثلا أنا الآن هنا في هذا يعني المسجد في هذه المنطقة، بدون أن أخبر، ما عندي علم وما أحد أخبرني وما شاهدت، أقول حصل في المنطقة الفلانية أو سيحصل في المنطقة الفلانية كذا وكذا وكذا، بدون مشاهدة وبدون، أو حصل الآن كذا وكذا وكذا. من أخبرك؟ عقلي. هذه أمور، هذا غيب، هذا ادعاء علم الغيب، هذا ادعاء علم الغيب. ليس معنى فقط ادعاء علم الغيب أنه يدعي ما يحصل يوم القيامة أو ما يحصل في القبر، لا، حتى وأنت في هذه الحياة تقول يحصل كذا بدون إخبار، بدون إخبار أحد لك، وبدون مشاهدة، وبدون علم سابق، بدون علم سابق. ما عندك علم أنه سيحصل في المنطقة الفلانية يعني كذا وكذا، ما عندك علم، فقط هكذا مجرد مباه، الآن سيحصل في هذه المنطقة كذا وكذا. ماذا؟ عقلي أخبرني. هذا شيطان يملي عليه، هذا الشيطان يملي عليه. إذن هذا إما كاهن وإما ساحر، إما كاهن وإما ساحر، يخبر قد ربما يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الكاهن؟ قال يسمعها مسترق السمع فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ولربما ألقاها ما أدركه الشهاب فيلقيها من تحته، لأنهم يجعلون واحد فوق واحد إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا لكي يسترقوا السمع. قال حتى يلقيها على في أذن الكاهن فيقرقرها كقرقرة الديك، فيخلط معها 100 كذبة. الكهان السحار بعض الأحيان يخبر عن شيء فيحصل، هذه أخبره الشيطان بها، لكن يخلط معها 100 كذبة، يكذب سيحصل كذا ما يحصل، بعض الأحيان يحصل. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيقرقرها في إذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلط معها 100 كذبة، فيحدث بالشيء ويحصل هذا الشيء لما أخبره الشيطان، دل على أنه كاهن أو ساحر، يرسل الشياطين يتحسسوا له الأخبار، ماذا حصل وماذا حصل، ويقولوا حصل كذا، ما يدريك، أنا أعلم. هذا ادعاء علم الغيب، هذا من ادعاء علم الغيب. فالعقل حده أنه لا يقتحم أمور الغيب، ما علمه شاهده، هذا يخبر به. أما شيء لم يشاهده ولم يعلمه ولا لم يصل له خبر فلا ينبغي أن يخبر به، إما أن يكون كاذب وإما أن يكون على طريق الكهان والسحرة. قال فالعقل يتعطل في معرفة الغيب، ولكن هذا لا يعني أن الإسلام أمر بتعطيل العقل، لا، أنا أمر لا نعمل العقل، لا، العقل يعمل، العقل لا بد أن يعمل، تفكر به، لكن أين تفكر به؟ في أمور الغيب؟ أين تفكر به؟ في تحليل أو تحريم من عقلك، وأن هذا يجوز وأن هذا لا يجوز؟ لا. قال ولكنه أمر أي الإسلام بأن يكون العقل تابعا للوحي، لا العكس، تتبع الوحي. العقل يستنبط من الكتاب والسنة، هذا حده. قال ومن اختلط عليه أمران، أمر من الوحي وأمر من العقل، جاء الوحي حرم هذا، والعقل يقول لماذا هذا حرام، اختلط، الوحي يحرم والعقل يقول هذا لماذا حرام، ماذا يفعل؟ يقدم عقله أو يقدم الوحي؟ يقدم الوحي،
سنت. قال أمر من الوحي وأمر من العقل، وجب عليه تقديم الوحي على العقل، لأن الوحي من عند عالم السر وأخفى، ومنتهى نتيجة عقله أنها قابلة للخطأ والزلل والسهو. كمن يعني الآن ممن ينتسب للإسلام بعضهم ملاحدة في مسألة الحجاب، مسألة الحجاب. الكتاب السنة جاء بأمر النساء بالحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وغير ذلك من الأدلة. الوحي جاء بالأمر بالحجاب. الآن العقلانيون والمفكرون، وهم الصحيح أن يقال المجانين ليس العقلانيون، المجانين، يأتي يقول لك يا أخي هذا تعقيد، لماذا تتحجب المرأة؟ تفتح وجهها وتفتح شعرها ما فيه، لماذا؟ ما المصلحة؟ تكظموها بهذا الحجاب، لا تستطيع أن تتنفس، لا تستطيع أن ترى. يقال لها الوحي جاء بالأمر بالحجاب. قال لك العقل يرى أن المصلحة، عقلك هذا قلفه في كرتون وادفنه في الأرض. عقلك هذا يعني عقل البهيمة، عقل الغنم، ما عندها عقل. هذا مثله، أنت ما عندك عقل، كيف تعارض عقلك القاصر بعقلك القاصر؟ تعارض الوحي، تعارض نصوص الكتاب والسنة، تعارض نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك من الأمور التي يعني يبثها الآن أعداء الله من اليهود والنصارى والملحدين والزنادقة. والأطم من ذلك والأعجب أنه يعني لربما جاء بعض المسلمين ونشر مثل هذه الأمور وهي من الأعداء، لكن بسبب جهل كثير من المسلمين بأمور دينهم ظن أن هذا فيه مصلحة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.